اليوم هاد التظاهرة اللي تدير شبيبة الاتحادية والحزب اللي تديرها اللجنة الوطنية اللي عيناها في هذا الإطار، اليوم بغينا نصيفطوا من خلال هذه رسالة، وأنه في الوقت اللي كاين هذا الحوار حول الميكا وكأن الاتحاد الاشتراكي مع الإبقاء على الميكا، لا، نحن مع الإصلاح غير المدمر، نحن مع الإصلاح الغير العنيف، نحن مع الإصلاح المعقل. لا يمكن أن نتحدث على الإنهاء مع الميكا ونقضي على تجارة الصغرى، لا يمكن أن نتحدث عن إلغاء الميكا وأنتم ترون اليوم من يتاجر في المتاجر الكبرى ويضيف علاوة جديدة على المواطن اللي ضربات القدرة الشرائية ديالو الآن تروح عليه يشري كيس ب3 دراهم و4 دراهم وما يوصلوش حتى. لا يمكن أن نتمسك بشعار كبير ولا نهيئ له الأرضية ولا نهيئ له الأمور التي تمس. ولذلك ها أنتم ترون نساء ورجالا ولا حتى عملية تخويف المواطن كاين اللي يمشي ياخذ الأكياس يحتفظ بها، لأنه في حين أن فرنسا اللي طرحت هذا الأمر هذه المدة ها هي اليوم فقط نفس التاريخ ديالها عاد تتحضر وتتهيأ. كل الشعوب تهيئ مواطنيها، وإذا ما وجدتيش البديل الناس ما يمكنش بقاعدة قانونية مكتوبة على الورق تفرض على وماشي بالغرامات وماشي بالعقوبات. هي لا بد من ثقافة حقيقية مؤمنة مع إيجاد الوسائل. لذلك ما يتنص علينا حد وما يكذب علينا حد. حنا كاين الواقع ديال 50,000 أسرة اللي معينيها يشتغلون بعلاقة مع هذا القطاع إنتاجا أو توزيعا أو استهلاكا. نتوجه تعليمات جلالة الملك واضحة في هذا الإطار إلى الحكومة، أي بلا نمشيو نقبلوا كما أراد جلالة، وحنا دايرين ثورة حقيقية. ولكن تعليمات جلالة الملك كانت واضحة للحكومة بضرورة مصاحبة هؤلاء، بضرورة حل مشاكلها. ولذلك عندما ندعو إلى حل هذه المشاكل فإننا مع زيرو ميكا، لكن زيرو ميكا بعقلنا وبتدريج وبعمل منتظم.